نقول بسم الله والصلاة والسلام على حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيعي يا رسول الله. النهاردة جايين بقى نشوف فيديو الأدوات المنزلية اللي بتساعدنا أو بتساعد ستات كتير في البيوت. طبعا ولو انت لسه اول مره تشوفيني ما تنسيش بقى تشتركي لي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. وما تنسيش تحطي لي لايك وتكتبي لي تعليق جميل. وتعالوا بينا بقى نشوف فيديو الادوات المنزليه دي. زي ما احنا متعودين برضو نقول اللي يعرف بالاماكن اللي بيبقى موجود فيها الحاجات دي يكتب لنا في التعليقات المحلات اللي بيبقى موجود فيها واسم البلد كمان، لان عشان الكل يستفيد. زي ما احنا شايفين كده شفنا في اول الفيديو حاجات كتير حلوة. زي تعالوا هنا نشوف قطاعة التفاح دي برضو جميلة جدا. لو تحب تقشري بقى تفاح، تقشري بخيار، اي حاجة. دي بقى قطاعة كده تقطعي بيها الكيوي، او برضو تقطعي بيها فاكهة كتير منه تقطعي بيها. تعالي بقى نشوف المشروب تحت البطاطس دي. بصراحة القطاعة تحت البطاطس دي كتير قوي بشوف فيديوهات جابوها بيقولوا ان هي مش عملية، فانا مش عارفة بصراحة هل ده صحيح ولا لا. دي مبشرة، شايفين ده؟ دي مبشرة بقى بتقطع بتبشر الجزر. دي جميلة جدا، بتبشر اي حاجة او تقشري بيها اي حاجة انت عايزاها. ده برضو جميلة، انا شايفاها جميلة دي. ده بقى بدل ما تحط الشاي وتصب عليه المية على طول، لا ده جهاز كده او معرفش زي قلم كده هو بتحط فيه الشاي، زي كأنه الشاي. عارفين الشاي اللي بفتلة زيه كده. ايه ده كمان؟ ده انا مش عارفه، ده تقريبا ضغاطة للقمامة دي، حاجة زي كده. ودي الحلة بنحط عليها كده مصفى عشان ما توقعش منك اي حاجة، تصفي مكرونة، تصفي اي حاجة، هتصفي المية وكمان ما توقعش منك حاجة. دي برضه انا شايفاها جميلة. دي هراسة تقريبا للثوم، دي هراسة توم برضه، في منها اشكال كتير. ودي قطعة خضار زي ما احنا شايفين كده، منه قطاعة ومنه معلقة. دي برضو قطعة بطاطس على شكل جديد. الحاجات دي بيبقى منها اشكال كتيرة جدا. تمام، شايفين بقى دي بتفصل البياض عن الصفار. بس برضو انا شايفاها ان دي مش مستاهلة ماكينة ان عشان تفصل البياض عن الصفار. دي هتقطع بقى البطيخ، قطعة بطيخ. دي انا شايفاها برضو ان دي جميلة، قطعت البطيخ على شكل ايس كريم. تعالوا بقى نشوف الحاجة التانية دي. ده تقريبا حاجة كده تبع الحرارة، بسخن الفينو، السجق، حاجة زي كده. اللي يعرف يا جماعة في التعليقات كل ده ايه يكتب لنا في التعليقات الحاجات اللي هو يعرفها. تمام، دي بقى قطعت الجزر الشكل اللي احنا شفناه ده. برضو انا شايفة الجهاز ده بصراحة ان هو ملائم قوي عشان الفران. عادي يعني تقدري تقطعيها بالسكينة تاكلها لغاية ما توصلي للاخر. دي برضو شايفاها عادية. دي ايه تقريبا مبشرة او حاجة زي بتقطعت، بتقطع البقدونس والحاجات دي اللي قطع صغير. شايفين؟ بدل ما تفضلي تقطعي بالسكينة تفضلي تعملي كده. شايفين بقى؟ دي جميلة برضو، القطعة دي جميلة يا جماعة. شايفين؟ ما بتتعبيش فيها ولا سكينة ولا حاجة. عايزة تفرميها ناعم، عايزة تفرميها نص نص، هتعملي اللي انت عايزاه بالقطعة دي. تمام، دي برضو قطعة سجق، بس برضو تقدري تعمليه بالسكينة. ودي سكينة التقطيع الاشكال اللي احنا شايفين، تقدر تقطع بطاطس اي حاجة. دي بقى تقشير السمك. دي برضو جميلة، بدل ما تفضلي تقشري كده بالسكينة وتتعبي ايديكي. المقشرة دي هتقشري بها السمك، برضو عجباني جميلة. شايفين؟ قشرت السمك، القشر بتاع السمك في ثانية. دي برضو هتبشر كده الخيار اهو، شايفين؟
دي مبشرة البصل، دي جميلة. شايفين بتقطع البصل حلقات مدورة، برضو دي جميلة على حسب التقطيع اللي انت حابة. شايفين دي بقى بتقطع ايه تقريبا، دي قطعت جبنة او تقدر تقطع بيها جبنة او زبدة، برضو حلوة دي. شايفين بتقطع الشرايح جميلة. طبعا دي قطعت الفواكه، دي كلنا عارفينها طبعا، في منها برضو كتير قوي. بس انا في حاجات يا جماعة انت بتبقي مش محتاجة لها زي الحاجات دي، لان السكينة برضو بتسهل في حاجات كتيرة، مش بتبقى محتاجة الماكينات او المعدات دي. فين دي بقى عصارة الليمون، برضو كلنا عارفين اي سبيت بيبقى فيه عصارة ليمون. دي قطع للمشروم، عشان بتقطع المشروم. شايفين بقى حتى الطماطم يا جماعة طلعينها ماكينة، ده على اساس ان السكينة برضو مش هتعرف تقطعها. شايفين دي مبشرة ذرة.